لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني 1364 لوانا كاين تفسير القرآن بيروز بيم وخزمتان ومن بس رضامندي رب العالمين وهي وادان بأوي آزي السودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. بالخوش يسناوك لواني رابرج كمك لخزمن وقت بيروز دابون خوي جور سبحانه وتعالى لو سورة تجدا باسی لە بەشێک لە پێغەمبەران دەکا عەلەیهیمو سەڵات وەسەلام سەرەتاکەی بە موسا عەلەیهی سەڵات وەسەلام دەست پێ دەکا کاتێکەوە فەرمان دەکا کاتێکەوە لەومان دەجێت و دەفەرمی وەلەقەد ئەرسەلنا موسا بئایاتینا بەلامی تەوکیدی قەسەمی و بە قەدی تەحقیق دەفەرمی ئێمە موسامان ڕەوانە کرد لە بۆ بەنی ئیسرائیل و لە بۆ فیرعەون و قەومەکەی بئایاتینا بآيات گەورەکانی خۆمان کەوا بەڵگەن لەسەر ڕازگۆیی پێغەمبەرایەتیەکەی موسا عەلەیهی السەڵات وەسەلام وەکو هەندێک لە زانایان دەفەرمون ئەو نوع ئاەتە گەورەیە کەوا لە سوورەتی ئەلعەراف خوای گەورە ئاماژەی پێدایە. بەڵێ اینجا دەفەرمی فەرمانمان بە موسا کرد عەلەیهی السەڵات وەسەلام ئەن ئەخرج قەومەکە من الظولمات إلى النور واتە فەرمانمان بە موسا کرد عەلەیهی السەڵات وەسەلام قومەکەت بەنی ئیسرائیل لە تاریکاییەکانی کوفر و جەهل و مەعسیەت دەربینە بەرەو نووری ئیمان و عیلم و تاعەت بیان بە وذەکرهم بئەیام الله أي وذكر يا موسى قومك بني إسرائيل بأيام نعم الله وإحسانه وبأيام نقمه وبطشه وانتقامه كواتا أو رجانان ببير بينه ئەو ڕۆژانێکەوە ئەڵڵا تەعالا ناز و نیعمەت و چاکەی لەگەڵ کردینە و ئەو ڕۆژانەیان بەبیر بینەوەکەوە نقمەت و بەطش و ئینتقام و تۆڵەی خوای گەورە بەسەر کەسانێکدا هاتیە ئیتر ئەو ڕۆژانەیان بەبیر بینەوە وذلك ليشكروا الله ويحذروا عقابه تاوەکو شوکرانە بژێر بن و هەروەها خۆیان بپارێزن لە ئەنجامدانی ئەو کارانەی کە دەبیتە مایەی دووچاربوونەوەی عذابی خوای گەورە سبحانه وتعالى. ئوبەی کوڕی کەعب خوای ڕاز دەفەرمی جێم لە پێغەمبەر بوو صلى الله عليه وسلم دەفەرمی إنه بينما موسى عليه السلام في قومه يذكرهم بأيام الله کاتێکەوە موسا عليه الصلاة والسلام لەناو قەومەکەی بوو ئەیام الله ڕۆژەکانی خوای گەورەیانی بەبیر دەهیناوە ئینجا دەفەرمی وئەیام الله ئەیامەکانی خوای گەورە چییە؟ نعماؤه وبلاؤه واتە ئەو ڕۆژانی کە نیعمەتی گەوری لەگەڵ کردینە و ئەو ڕۆژانەشکەوە بەلا و موسیبەتیان بەسەدات حەدیثەکەش ئیمامی موسلیم ڕیواتی کردیە. ابن جرير دەڵێ وذكرهم بأيام الله أيام كانت معلومة عندهم أو ڕۆژانیان ببینەوە کە لای ئەوان معلومە أنعم الله عليهم فيها نعما جليلة أو ڕۆژانیان ببیر بینەوە کە خوای گەورە نیعمەتی گەورەی لەگەڵ کردینە أنقذهم فيها من آل فرعون بعدما كانوا فيما كانوا من العذاب المهين أو رجانكوا الله تعالى لفرعون دار دستكي فرعون نجاتي دان لكاتك داكاوان لجير دست فرعون دستو سيندرانوا بابن دوساري عذابي شي بإهانة كردنوا دبون و ئەو ڕۆژەی کە خوای گەورە سوبحانەهو وتەعالا دوژمنەکەی ئەوان کە فیرعەونە
لە پێش چاوی ئەوان لە ناوی بردن ئەو ڕۆژەی کە خوای گەورە سوبحانەهو وتەعالا با بڵێن مولک و هەموو ئەو شتانەی فیرعەونی وەکو میراتێک تەسلیمی بەنی ئیسرائیل کرد. ابن جوزی دەڵێ وذەکرهم بأیام الله ئەی عقوباته للأمم المتقدمة ئەو ڕۆژانەیان بەبیر بینەوە کەوا لە بۆ ئومەتەکانی پێشووتر خوای گەورە سزای ناردیتە سەریان وەقیلە ئینعامه على بني إسرائيل گوتراشە ئەو ڕۆژانێکەوە خوای گەورە نعمەتی لەگەڵ کردینە بە تایبەتی لەگەڵ بني إسرائيل واللفظ يعم النعم والنقم لەفظەکەش هەردوو لا دەگریتەوە هەم ئەو ڕۆژانێکەوە نعمەتی گەورەی بەسەردا باراندینە ئەو ڕۆژانێکەوە نقمە و عەذابی بەسەردا هێناینە. وهروە سعدی دەڵێ بنعمه عليهم وإحسانه إليهم ئەو ڕۆژانەی کە نعمەت و چاکێ لەگەڵ کردینە وبأيامه في الأمم المكذبين ووقاعه بالكافرين کەواتە دەڵێ ئەو ڕۆژانیان ببینەوە کە خوای گەورە نیعمەتی لەگەڵ ئەوان کردێ ئەو ڕۆژانیان ببینەوە کە لەگەڵ کافرەکان چ عەزابێک بەسەریان داباراندێ و یاخود بەسەر ئومەتەکان پێشووتر. إحكام القرآن لين دري بابلين لإحكام القرآن كوا ابن عربي دلي في هذا دليل على مشروعية الوعظ المرقق للقلوب كواتا أو آتا بلغير سلوي كوا بالشويق آموجاري بكين كوا دل كان نرم بكاتوا المقوي لليقين آموجاري كوا ببيتماي أو كوا يقين بهيز بكا لما دارج سالك ابن القيم دلي معرفة هذه الأيام توجب للعبد استبصار العبر كواتا زانيني أو روجاني كوات موسى عليه الصلاة والسلام ببلادين توا وعلى بند ذكا كوا بتاوي روشناي ضلي عبرد وربقري وبحسب معرفته بها تكون عبرته وعظته كواتا سندين معرفته زانيها دربا أو روجانا هبي زياتر بندو آموشقاري وردقري وكخواي قولتهم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب إن زاد فرمي إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور واتا ببير هنانوي نعمتكان خواي قولو روشقار كان كوا خواي قول سبحانه وتعالى دفرم ببيريان بينوا أو روجاني كنعمتي لقل كردين أو روجاني كوا بسر كافران عذاب دابران دي براستي أوانا لو روجانا دا ياخذ لببير هێنانەوە و لەبیرکردنەوە و بەبیرکردنەوە لەو ڕۆژانەدا چەندین بەڵگە و عیبرەت و مەوعیظە و ئامۆژگاری وەردەگری بەڵام چێ وەردەگری صبار شكور من كان عظيم الصبر على الطاعة صبار صيغة مبالغة صابرة كسێک کەوا زۆر ئارامگربی لەسەر تاعەت و هەروها زۆر ئارامگربی لەسەرەوەی کەوا مەعسیەت ئەنجام نەدا زۆر ئارامگربی لسر بلا مصيبة كان وهروها شكوريش بي شكور وات عظيم الشكر لله على السراء والنعماء زور شكران بجيريش بي لسر نازو نعمة كان خواهي قوله كاتب ببير هنانوي أو آتانا أو روجقارانا أو كسانك بنتو آموجقالي وذقرن كوا صبار شكور بي زور صابر بي زور شكران بجير بي ابن عاشور دلي كاتك واخوي قلت إن في ذلك اسم إشارة بكارهاته إن في ذلك الآيات عائد إلى ما ذكر من الإخراج والتذكير كواتا أو آتانا تي أو آتانا كوا ببير هنانوي أو آتانا دبتماي بندور قلتن لبو كسان شي صبار وشكور دلي دقريتو لو أوي بيشوتر كواخوي قلت أن أخرج قومك در هنانيان لتارك أي كان برو نور وهروها ببير هنانوي روجكاني خواهي قول سبحانه وتعالى فالإخراج من الظلمات بعد توغلهم فيها در هنانيان لنا أو تاركاياني كواب خويان رسوب تيدا وانقضاء الأزمنة الطويلة عليها تندين زمني دور دريزنا أو تاركايا دابون آية من آيات قدرة الله تعالى راسي در هنانيان نا أو تاركاياني كوا تندين زمني دريش تيدابون إتر أو براستي بلغي لبو كساني كوا صباري شكور بون أو كوا بلغي لسر قدرته دا صلاة خواهي قورة قدرة دا صلاة خواهي قورة تيدا دبينن كوا نا أو تاركيانا داري هنان برو نور
والتذكير بأيام الله وهو ببرهنانوي روجكاني الله تعالى يشتمل على آيات قدرة الله وعزته ببرهنانوي أو روجاناش وراستي تسيل خدا قرتيا بلغن لسد صلاة الله تعالى وعزة الله تعالى وتأييد من أطاعه وهروا باربشتي خواي قول لبو كسانكوا طاعة جورالي دكن وكل ذلك آيات كائنة في الإخراج والتذكير على اختلاف أحواله واتوانا هموي آتن هم در هنانيان لتارشكان هم ببير هنان ويروجكاني خواي قول سبحانه وتعالى براستي هموي بلغن لسد صلاة خواهي قوله والله چه سودي لوردقري لو بلغانه چه پندي لوردقري اوانك وصبار وشكورا لمجموع فتاوى ابن تيمية رحمة الله عليه دفرمي كاتك خواهي قوله بموسى دفرمي وذكرهم بأيام الله دفرمي هي تتناول أيام نعمه وأيام نقمه ببيريان بين وروجكاني خواهي قوله أو روجان كنعمة لقل كدين أو روجان كوا غضبي لكسانك داقرتيا ببيريان بينو اللي يشكروا ويعتبروا تاوكو شكران بجيربن فندو آموشقاري وربقرن ولهذا قال إن في ذلك الآيات كل صبار شكور لولا دواي دفرمي إن في ذلك الآيات لكل صبار شكور فإن ذكر النعم يدعو إلى الشكر لبروي ببين هنانوي نعمة كان إخواي قولا هاند دالوي كوا شكران بكي وذكر النقم يقتضي الصبر على فعل المأمور وإن كرهته النفس كواتا وهروها كاتك نقمتي خواي قولا غضبي خواي قولا برك بكسانش شايستا كوا عذابي عندين تسري ببير هنانوي أو رجانش ولا مقابل لك كوا صبر بقري لسر أنزام داني أوي كوا فرمان ما بيكرا أجر نفسش بينا خوشة وهروها صبر قرتن لسر محظور صبر قرتن لسر أوي كوا تاوان أنزام ندين أقرتي نفسش بي خوشة لألا يصيبه ما أصاب غيره من النقمة كواتا فعلا ببير هنانوي عذابي خواهي قولك بسر كسانك داهاتيا واللي ذكا أو نفس الصبر بقري لسر أو شتي كوا نفس بينا خوشة نفس بينا خوشة طاعت بكا وهروا صبر بقري لسر وشتي كوا نفس بي خوشة أنزامي دار قناه تاوان صبر بقري أنزامي ندي تاوكو عين روبروي أو عذاب نبي وكوا خواهي قول بسر كساني شدا هنا لجامع المسائل ابن تيمية إذا اعتبر العبد الدين كله رآه يرجع بجملة إلى الصبر والشكر كواتا أجر تماشاب كبندا تماشاي أو دين بكابا قشتي تماشا ذكي هر هموي دقريتو سر صبر وشكر دقريتو سر صبر وشكر كواتا أو شتاني تدا كوا بيش الصبر لسر بقل لسر طاعة كردنو لسر أنزام ندان معصيات وهروها برامبر بوه منازو نعمة ويدايته بيش تشكران بك كواتا هموي دقريتو سر صبر وشكر رازي دلي فيه تنبيه على أن المؤمن يحب فيه تنبيه على أنه يجب أن لا يخلو زمانه عن أحد هذين الأمرين كواتو آقاداري وآتا كوا براستي إنساني إيمان دار لهمو جياني دار لنوان أو دوشتدايا فإن جرى الوقت على ما يلائم طبعه ويوافق إرادته كان مشغولا بالشكر أجر لحالتك دابو بوي كوا بي خوشا لقل طبعي خوي دا قنزي لو حالتي بيستا مشغول شكران بجريبي وإن جرى بما لا يلائم طبعه كان مشغولا بالصبر والله أجر اشتواء بسرات كوا لقل طبيعتي نا قنزي لو حالتي بيستا صبر بقري بقاعدة لبكار هنا صيغي مبالغة صبار شكور إشارة إلى أن عادته تعالى جرت بأنه إنما ينصر أولياءه بعد طول الامتحان بعظيم البلاء صبار صور آلام قرأ سنة خواه يقول لتعامل قلبان دكاني أو كاتك نصر لبو بندكي دنيري لدواء وكوا زور توشي ابتلاء تاخكرنا ودبيتن تاكل خلال أو تاخكرنا ابتلاء رازقو دروزن لإيمانكيان بديار بكون وكو لسندين آتي تريش خواه يقول سبحانه وتعالى آماجي بيدا حتى إذا استيأس الرسل وهروها وكو إلى آتكي سورة البقرش كوا عيني آماجي بيدا ذاتن كواتا لبر أوي صبر قرتن لسر أو ناخوشيانا براستي
تحمل و سەبرگرتن لەسەری ئیمانێکی بەهێز و بتەوی دێ دەوێتن ئیتر بە تایبەتیش لێ خی گەورە سوبحانەهو وتەعالا دەفەرمی ئەو کەسانە پند و ئامۆژگارن کەوا سەبارن زۆر سەبر دەگن لەسەر ئیبتیلا و تاقیکردنەکانی خی گەورە سوبحانەهو وتەعالا هەتاوەکو دەگاتە ئەو پەڕی ناخۆشی و شیدەت ئەو جا خی گەورە سوبحانەهو وتەعالا نەسرەت دەنێری لە عیدەت سابرینیش دەفەرمی خی گەورە سوبحانەهو وتەعالا کاتێکەوە لێردا دەفەرمی کەوا تەنها ئەوانەی سەبار و شەکوورن پند و ئامۆژگاری وەردەگرن ئەوە لە چەندین ئاەتی دیکەش یعنی چەند جارێک لە قورئان پیرۆز ئەو حقەتە دووبارە بوویتەوە وەکو لە سوورەتی لوقمانش عین لە ئاەتی سێوەک دەفەرمی ئینە فی ذلک لآیات لكل صبار شەکوور لە سوورەتی سەبەئیش ئاەتی 19 عین دەفەرمی ئینە فی ذلک لآيات لكل صبار شكور لسورة الشورى عين بهمان شو دفرمي لآتي سيودو الشورى إن في ذلك الآيات لكل صبار شكور ولا طريق الهجرتين دفرمي براستي إيمان دو بشا شي صبرة بشا شي شكرة إتر إنسان مسلمان جلانيوان صبر قرتين لسر فرمان كان إخوائي قبله لسر ناخوش كان شكران بجيرية لسر طاعة ونعمة كان إخوائي قبله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.